فوائد صلة الرحم أن نتائجها في الدنيا قبل الآخرة. هذا وعد وكلام صادق من رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه، يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره وفي أجله، يعني يطول عمره وتصلح حياته، فعليه بصلة الرحم. بعض الناس يصعب عليه أن يواصل أرحامه، خصوصا إذا أساءوا إليه أو كان بينهم وبينهم مشكلة. لابد نعرف أن صلة الرحم المقصود منها معاملة مع الله سبحانه وتعالى. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن قطعني رحمي؟ هم قاطعوني. قال صلى الله عليه وسلم هذه العبارة الجميلة جدا: ليس الواصل بالمكافئ الذي إذا وصله رحمه وصلهم، وإذا قطعوه قطعهم، إنما الواصل من إذا قطعه رحمه وصلهم. إذا فكرت أن صلتي بأرحامي ستوصلني بالله، حواصلهم مهما كان، لن أفكر ماذا قدموا لي أو ماذا أخروا عني أو أساءوا إلي، سأفكر أن هذا سيوصلني بالله ربي سبحانه وتعالى.